مش عارفة ليه بتستصعبيه مع انه سهل جدا واسهل منه مفيش. بجد حاجة كده تستاهل منك التجربة، لو عملتيه في البيت هيوفر عليكي كتير جدا. بكيلو واحد عملت اكتر من 2 كيلو. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة انا معايا هنا كوباية من الحليب الدافي، حطيت عليها 3 معالق كبار من السكر وحوالي معلقة ونص كبيرة من الخميرة الفورية، وبدأت ان انا اخلطهم كويس جدا جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض كده، وغطيت عليها بقى وسبتها تخمر كده على جنب لحد ما نشوف بقية المكونات عبارة عن ايه. معايا بعد كده كيلو من الدقيق، ودي اللي استخدمته هنا كان دقيق كحك وبسكوت، ممكن تستخدمي دقيق جميع الاغراض. نخلته، حطيت عليه معلقه صغيره من ريحه الكحك، معلقتين كبار من السمسم، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح. وابداي بقى اخلطي كل المكونات دي كلها مع بعضها، وعلى فكره ريحه الكحك هنا اختياري، لو مش عايزه تحطيها خلاص مفيش مشكله. خدت بقى المكونات الجافه اللي انا خلطتها دي كلها على العجان كده، وحطيت عليها بقى كوبايه ونص من السمنه ونص كوبايه من الزيت، يعني اصبح مجموع الدهون معايا كوبايتين. تمام. لو عايزه كوبايه وكوبايه براحتك. ابداي بقى بسي العجينه بكوبايتين الدهون اللي احنا حطيناهم دول، ولحد ما تبقى معايا الدقيق يختفي تماما تماما، مبقاش فيه دقيق خالص باين، وتبقى عامله زي الرمله اللي هي المبلوله كده معايا. ده القوام اللي انا عايزاه، شايفين عامله ازاي؟ في المرحله دي هنزل بكوبايه الحليب اللي كنت حاطه فيها الخميره، وكمان طبعا كوبايه هنا الحليب غير كافيه ان هي تعجن لي العجينه بتاعه المنين بتاعي، فهزود بالميه بقى. هنا فضلت ازود في الميه الدافيه حبه حبه لحد ما حصلت على عجينه تكون طريه. طب كميه الميه اللي حطيتها قد ايه؟ حطيت حوالي كوبايه الا ربع من الميه الدافيه لحد ما وصلت لقوام عجينه تكون طريه مش بتلزق لا في ايدي ولا في البوله، وزي ما انتم شايفين ده القوام بتاع العجينه اللي انا عايزاه. خلاص كده هنسيب العجينة بتاعتنا بقى تخمر كده على جنب، غطيتها بكيس بلاستيك، ونشوف الحشو بقى نحضرها ازاي. انا معايا هنا كيلو من العجوة، حطيت عليه معلقتين كبار من السمسم وكمان معلقة كبيرة من السمنة البلدي، طبعا بتديها طعم حلو جدا. وبدأت ان انا ادعكها كده او اعجنها بمعلقة السمنة دي لحد ما تبقى طرية معايا كده، وعشان تبقى سهلة معايا في التشكيل وفي الفرد. خلاص كده جهزنا العجوة بتاعتنا، نبدأ بقى ان احنا نفرد فيها في اكياس ما بين كيسين تلاجة كده، او انا بقى بسهل على نفسي وبحطها في قلب الكيس نفسه وببدأ افردها، يعني بفردها بعرض الكيس وطوله، باخد الكيس كله كده بس اكياس تكون كبيرة شوية. وابدأي كده افردي في حتة العجوة بتاعتك دي، بتبقى سهلة عليكي ان انت تفرديها ويبقى كلهم مقاس واحد، ما يبقاش حتة كبيرة وحتة صغيرة، لا بيبقى كله مقاس واحد وطلع كله على المسطرة. كده انا عملت اول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة، عملت 3 قطع بالطريقة دي. نيجي بقى للعجينة بتاعتنا، كانت خمرت، مسكت منها حتة كده ورحت جاية فرداها على الرخامة بتاعتي. وهنا بتفردي بسمك يكون متوسط، لا هو رفيع قوي ولا هو سميك قوي، علشان خاطر احنا لسه هنلفها رول، ميبقاش الرول معايا كبير زيادة عن اللزوم. وبعد ما فردتها رحت جاية حاطة جزء من العجوة اللي انا كنت فرداه ده في النص كده. بعد كده هنشيل بقى الزيادات بتاعت العجين دي، انا مش محتاجاها خالص. طبعا العجينة دي بتتفرد تاني وبتتعمل تاني، سواء من هنا او من الجناب او من فوق من تحت كده، ببدأ اشيل كل العجين الزيادة. ابدأي بعد كده بقى رولي العجينة بتاعتك اللي انت حطيتي عليها العجوة دي، بترولي الاتنين مع بعض. تمام. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله كيلو الدقيق طلع معايا كمية محترمة جدا من المنين او كعب الغزال اللي بالعجوة ده، طلع معايا كمية حلوة قوي. هتبداي بقى ان انت تقفلي بقى الجزء الاخير ده كويس قوي. اهم حاجه بقى الحركه اللي جايه دي، ان انت تاخدي الرول وتبداي تفردي فيه تاني، لان كده الرول هيبقى سميك شويه، فانت بتبداي ايه ترققيه بايدك كده واحده واحده. ما هو بقى عشان هو طويل فرحت جايه قسماه نصين عشان اقدر اتحكم فيه. وبالنسبه للحركه بتاعت السمسم دي حلوه برضو عشان ما يقعش منك من على المنين بتاعك. بدات ان انا احطه كده من غير لزق ولا من غير ماده، يعني ان انا الزق بيها لا حليب ولا اي حاجه، على الرخامه وايه وارله عليه لحد ما يلزق على الرول بتاعي. بعد كده قطعت بقى الرول ده لقطع تكون قد بعضها، يعني تقريبا بتاع صباع ونص كده. وابدأي رصيه بقى في الصاج بتاعك بالطريقة دي. سهل جدا، مخدش معايا وقت مخدش معايا مجهود، لكن في الاخر النتيجة يا جماعة مرضية جدا ونتيجة حلوة قوي. هتاخدي كده حتة منين كده يعني بجد جميلة، مخدومة معمولة بسمنة انتي عارفاها، معمولة في البيت بحب كده وبجمال. انتي يعني هتعجبك العمايل بتاعته. بعد ما خلصناه ده اول صاج انا عملته.
هنسيبه بقى يخمر خالص لحد ما يبدأ يتضاعف حجمه. بعد ما خمر معايا هدخله بعد كده على فرن سخن على درجة حرارة 180 أو 200 على حسب درجة الحرارة عندك. لو 180 عالية فدخليه على 180. بعد كده هتشغلي له الشوايه ياخد لون من فوق، وده كده شكله. شايفين بقى الجمال والحلاوه، واخد لون مظبوط جدا، قد ايه مقرمش من بره وطري ولذيذ جدا من جوه.